فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. حبيبي يا حبيبي، يلا بينا نشوف عمليات على الأعداد الحقيقية اللي هي الرمز بتاعها. مين هيتكلم؟ برافو، الرمز بتاعها حاء. الناس اللي ساكتة أنا شايفك ومش سامعك، ولكن خلي بالك، العمليات على الأعداد الحقيقية نفس العمليات اللي احنا ممكن نعملها في أي حاجة في الدنيا يا مستر، اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. يعني لو معاك جذر 5 زائد جذر 5 برافو، فدي 2 من جذر 5. لو معاك جذر 3 ناقص 3 جذر 3 فدي عادي يا مستر وبرضه سهلة، هتبقى سالب 2 جذر 3. أما لو معاك جذر 5 وعايز تضيف عليه جذر 7 فدول مش هينفع، هتفضل طول عمرها شبه ما هي كده، شبه لو انت عايز تجمع السمك مع العصافير، ولا ينفع تحطها في سمك، ولا ينفع السمك في القفص، ولا تنفع العصافير في المية. أما في الضرب فكله بيضرب كله. لو معاك 2 جذر 3 في 5 جذر 2 فاحنا دي بنسمي اللي واقف بره بالغفير، واللي تحت ده فهو العمدة. فالغفير بيضرب الغفير، والعمدة تحت الشمسية بتاعته بيضرب العمدة التانية تحت الشمسية بتاعته. يعني 5 في 2 يديني 10، وتحت الشمسية تضرب 3 في 2 برافو ب6. لو عايز اضرب سالب 2 جذر 7 في سالب 3 جذر 7، ركز بقى في اللي جاية دي، سالب في سالب بموجب، و2 في 3 ب6. تمام يا مستر. عايز اضرب بقى الجذر في الجذر، جذر 7 في جذر 7 دي معناها ان تحت الجذر سبعتين هيضربوا بعض، 7 في 7 ب49 اللي هي تطلع معايا ب7، ودي تطلع لي خاصية ان الجذر في روحه تطلع روحه ب7. الجذر تربيع، التربيع بتاكل الجذر، و6 في 7 برافو ب42. تعالوا نشوف بقى بعض المثالات اللي بقول لي اختصر. في الاختصارات انت بتحاول تجمع اللي شبه بعض، فلقيت يا مستر ده هنا جذر 2 ودي جذر 2، ينفع تجمعهم سوا. 5 و2 يبقى 7 جذر 2، وكمان يا مستر لقيت 3 ولقيت 4 يبقى دي برافو عبارة عن 7 جذر 3. يفضل لو عرفت تاخد عامل مشترك وتبقى معك جذر 7 زائد جذر 2، جذر 2 زائد جذر 3 وانتهى. تعال نشوف اللي بعده، دي جذر 2 وجذر 2 جذر 7 جذر 7. جمع السبعات الأول ماشي، الاثنينات ماشي زي ما تحب. هنجمع السبعات 3 و4 يبقى 7 جذر 7، سالب 5 و2 يبقى سالب 3 جذر 2. موضوع يا شباب سهل وبسيط في الجمع وفي الطرح وكمان في الضرب. تعال نضرب 5 في 3 برافو ب15، وتحت الجذر 3 في 2 ب6، 2 في 4 ب8، وادي جذر ال5 عشان مفيش حاجة قصادها. اجعل المقام عددا صحيحا، او بقول لي اوجد معكوس ضربي. نفس السؤال هو ولكن بصياغة الرأس السؤال مختلف، لإما يقول لي اجعل مقام عدد صحيح، أول ما تكرر دايما في امتحانات إنك تخليها معكوس ضرب. معكوس ضرب يا شباب إنك بس بتطلع دي فوق هنا وتخلي مكانها اللي تحت الجذر، بمعنى أدي أصلا هي 6 يا مستر، إيه اللي موجود معاك تحت جذر 2 اطلع بيها فوق، واللي موجود تحت الجذر ال2 سيبها تحت، بس كده وتلاقي المسألة بتاعتك اتحلت بكل بساطة. على 2 فيها 1، على 2 فيها 3، وتبقى 3 جذر 2. ممكن يا مستر واحدة تانية؟ أيوة، ادي 14 معاك. تمام. اللي موجود تحت جذر 7 ارفعها فوق جذر 7 وسيبها تحت 7 في المكان نفسه، واختصر لأبسط صورة. على 7 فيها 1، على 7 فيها 2، يبقى الإجابة 2 جذر 7. وبكده نكون انتهت أفكار الدرس اللي معانا. كنا مع درس العمليات على الأعداد الحقيقية، الجمع والطرح. طبعا عارفين إن الإبدال محقق في عملية الجمع. المعكوس الضربي بغير
بسط مقام والمقام بسط. في المعكوس الجمعي بغير الإشارة. ناخد برضو بعض الأمثلة كده سريعا عليهم. إن أنت لو معاك 3/5 فمعكوسها الجمعي -3/5. أما معكوسها الضربي 5/3. المحايد الجمعي هو 0 والمحايد الضربي هو 1. خلي بالك إن أي حاجة أس 0، أي عفريت أس 0 يديني 1. والواحد معكوسه لو أنت محتاج تحسب له المعكوس الجمعي فهيبقى -1. لو هتحسب له المعكوس الضربي فهيفضل ب1. وكمان القيمة المطلقة عشان دي في التراكم يا شباب بتاكل السالب فتبقى 3/4. فلو عايز لها معكوس ضربي تبقى 4/3. لو عايز لها معكوس جمعي تبقى -3/4. كده نكون انتهينا من كل الخواص بتاعة العمليات على الأعداد الحقيقية وبكل الأفكار اللي ممكن تجيلك. ركز إن أنت لو جمع بتجمع اللي شبه بعض وبتطرحهم. في الضرب والقسمة كله بيضرب كله وكله بيقسم كله. أهم حاجة في الأفكار اللي هنا اجعل مقام عدد صحيح اللي هي اوجد المعكوس الضربي. أتمنى أكون فدتكم ولو بجزء بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.